السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ونسخة واتساب جديدة، نسخة واتساب طرش. النسخة دي نهاية مجالك حرفيا. النسخة مميزات هتشوفها لأول مرة. تابع الفيديو عشان أجيب لك عظمة. تابع يا شباب، فيديو جديد ونسخة واتساب جديدة. وأولا كده صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وتاني حاجة قلب أخوك عايز منك لايك واشتراك، عشان أقسم بالله الواحد تعبان ومش لاقي تقدير، وبيتعب على الفيديوهات ما بيلاقيش تقدير ولا فيو ولا أي حاجة أصلا. فالحمد لله على كل حاجة. بس كده قلب أخوك تابع الفيديو. طيب، والناس اللي كانت عايزة ازاي تحدد موقع اي شخص، هسيب لك في الايفو او في الوصف فيديو لازاي تحدد موقع الشخص، او يا اما تخش على اليوتيوب تكتب قناة كيمو اونلاين وهتلاقي فيديو هناك، اخر فيديو منزله. تمام، يلا بينا على الفيديو. تابع البخوك. النسخة تكون بالشكل ده. لسه لحد دلوقتي معرفش النسخة بتاع مين، بس اكيد لو شفت اسمها جوه في النسخة او لا، فصعب النسخة على دماغي. نبدأ نخش على النسخة كده تظهر معانا بالشكل ده. هشرح الفيديو ده على طول مش هيطول يعني. النسخة دي تظهر معانا كده. عندك هنا دردشة الستوري الكولات، عايزين نفصل الجروبات هنفصلها دلوقتي. عندك هنا يا اسطى اول حاجة بيظهر الشاشة الشخصية بتاعتك، لو دوست عليها بيدخلك هنا. عندك هنا لو عايز تنزل ستوري، تمام. عندك هنا ضفت اكتر من حساب، وعندك مميزة البحث ومميزة قفل النت عن النسخة لو مش عايز تستقبل رسايل. طيب، عندك هنا الشات يا اسطى زي ما انت شايف كده في فيروسات اهي ما بيهنكش، وممكن برضه نبعت فيروسات واحنا ما هنا يعني. تمام. لو دوسنا على تلات نقط يا اسطى ودوسنا على البرايفسي وجينا عند الاعدادات، تمام، النسخة مبنية على اخر اصدار. طيب، لو دوسنا تاني على التلات نقط عندك يا اسطى البرايفسي، تمام. المهم عندنا خصوصية البلاس. عندك اول حاجة اخفاء اخر الظهور، اعادة توجيه، تمام. البرايفسي وبعد كده البرايفسي بتاع الكول. وبعد كده يا اسطى لو عايز تحدد يعني مين اللي هيتصل بيك وكده، اسلك وما تفعلش ده هيد الستوري. ده يا اسطى لو فعلته محدش بيعرف ان انت شفت الستوري. عدم مسح الستوري، فعله مش هتهنج، فعله ومش هتسرق ستوري. دي لو فعلته اصلا مش هتسرق ستوري، اللي هو مش هتعرف تحمل الستوري بتاع اي حد يعني. عدم مسح المسجات الرسايل بتخليك تشوف الحاجات اكتر من مرة. اخفاء العلامة الزرقاء. قشطة. هنيجي عند قفل النسخة باسورد، لو عايز تحط النسخة باسورد وكده. تنظيف واتساب، لو عايز تنظف الواتساب وكده، تمام. ركب ملف بسرعة لو عايز تضيف ملف بسرعة. عندك ضبط الجودة لو عايز ترفع الصورة بجودة حلوة وكده، والفيديو. عندك خش هنا كلمني. المهم نبدأ نيجي يا اسطى ثانية بقى. زي ما شايف كده النسخة يعني نسخة عظمة صراحة، ف مش ناقصها حاجة. تمام. ابعت رسالة نمبر مش مسيف، تكتب أي رقم هيدخلك على الشات على طول، فاهم. زي ما شايف كده الفيروس بيتبعت اهو. تمام. طب نبدأ كده بس نخش هنا. عندك دوس هنا لو مهنج، ده بيرستر النسخة لو انت مهنج، يعمل لها إعادة تشغيل. عندنا هنا برضه يا اسطى اعمل بار كده، اعمل بي سي، افتح ويب المسجات نضيفة. طيب، الباسورد يا اسطى هيكون 2020. ماشي يا اسطى، الباسورد هيكون 2020. طيب، وبس كده يا اسطى نكون شرحنا كل حاجة. نسخة سريعة كده وما خدتش معانا وقت، فيا رب يكون في عجبكم.